السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوكين ويت حنان. نتمنى الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال وصحة جيدة. اليوم إن شاء الله هنقدم معكم فطيرة صحية بدون دقيق الأبيض بالخضار، كتجي رائعة واقتصادية وسهلة ماهلة، كتوجد هكا العشاء ولا الغدا اللي بغيتو. راها كتجي لذيذة. تبعوا معايا الفيديو من الأول للأخير وما تنسونيش من التعاليق محفزة واللايكات والبارطاج، وشكرا جزيلا على الدعم ديالكم. نبداو ان شاء الله. زليفه صغيره كندير واحد المعلقه كبيره ديال الخميره المعجونه، نص كاس الحليب يكون دافي، ومعلقه ديال سنيده صغيره. كنحرك مزيان هاد العناصر تجانس مع بعضياتها وكنحطها على جنب على ما تتفاعل الخميره. كناخدو زلافه ولا قصريه ولا اللي كان كنديرو فيه فرينه، ماشي الدقيق الابيض، الفرينه قمح، غربلناه مزيان وكنجوف هاد الفرينه. كندير واحد القياس ديال يد الملحه معلقه صغيره، وكناخد بيض بيضه كامله. البيض كنديرو الصفر كنحطو على جنب. صافي هذيك الخميره من بعد ما هانتوما شوفوا كي ولات تفاعلت مزيان. صافي كنزيدوها في هاد حتى هي في هاد التجويف، كنخلط وكنزيدها في هاد على هاد العجينه. كنخلط مزيان وكنزيد قياس ديال كاس ديال العنبه حتى هو دافي ديال الحليب. صافي كنجمع العجينه ديالي بسباتو. هاد الكاس مكفاني، زدت نص كاس الحليب، يعني المجموع ديال واحد 2 كيسان ديال الحليب ديال العنبه مع نص كيلو ديال الفرينه. صافي راه كنكمل العجينه بيدي وكن كنعركها واحد شويه. الوقيته اللي كنعلكها كنزيد القياس ديال 3 المعالق ديال زيت الزيتون. كندخل فيها هاد الزويته وراها كتجي العجينه فنه وزوينه ورطبه وما كتلتصقش في اليدين بزاف. صافي كنحطها بحال هكا، كنديرها في الاناء ديالها وكنحطها تخسامر. هاد الوقيته هادي كندوز ناخد مقله، كندير فيها 2 بصلات كنشلضهم صغار، وجوج دروسه ديال الثومه محكوكين، كنزيد عليهم قياس ديال الزيت، زيت الزيتون اولا زيت المائده اللي بغيتو. كنحركها مزيان حتى كتحمر، وعاد كنزيد عليها العطريه، معلقه ديال العطريه شاورما، التحميره، الخرقوم والابزار نص معلقه، والملحه لقياسنا. انا درت نص معلقه ديال الملحه. كنحرك هذا الخليط مزيان. كنزيد الربيع 2 معالق كبار ديال قزبور ومعدنوس، وهنا عندنا 4 ديال الكورجيطات ديال القرعه الطويله، غسلتها وحكيتها في الحكاكه الغليظه. صافي هانتوما من بعد ما طابت هاد الحشوه مزيان، عاد كنزيد عليها نص كاس الحليب وكنخلي الحليب يغلي مزيان. عاد كنزيد واحد المعلقه ديال الدقيق الابيض الفورس، تكون ما عامراش، باش كيتجمع لنا هاد الحشوه كتجينا معلكه. راه كتجي لذيذه بزاف هاد الحشوه هادي. واخا ما ديروش الزبده، حيت كاين اللي كيبغي حتى تكون الزبده عاد هذا، واخا ما ديروش الزبده غير بزيت المائده ولا بزيت الزيتون وكتزيدوا عليه الحليب والفرص راه كيجي لذيذ. صافي كنطفيو عليها هاد الوقيته هادي. كنزيد 2 بطاطات كنكون قشرتهم ونقيتهم مربعات صغار وسلقتهم، صفيتهم، عاد زدتهم على الحشوه. صافي كنخلط مزيان هاد العناصر باش هاد البطاطا كتدخل مع هاد العناصر كلها كتلبس بها، ونحطها على جنب تبرد. في هاد الوقيته كتكون العجينه خمرات.
شوفوا كي مهويه راه كتجي كلها فقاعات، كتجي زوينه بزاف. صافي كنحاول نخرج منها الهواء، كنديكازيها ونقطعها على جوج كرات يكونوا نفس الحجم. صافي كنكورها ونحطهم حتى يرتاحوا شويه، وعاد كندلكهم، عاد كنطلقهم بالمدلاك. راه فهاد الوقيته راه كنطلقهم بفرينه كندردر هكا عليهم فرينه وعاد كنطلقهم. صافي كناخد الورق المطبخ بابي سيلفوريزي باش كنحط عليه باش يجيني ساهل باش نبغي نهزها اللاطه. كناخد واحد الفورشيط كنثقبها كلها. صافي الحشوه راه بردات. هاد الحشوه نتوما شفتوها ما فيهاش شي حاجه كثيره. سمحولي خيزو بصله وبطاطا وكورجيت، وكتجي لذيذه بزاف بهذوك الاضافات البسيطه. راه كتجي لذيذه. كنحطها متساويه، والكره الثانيه حتى هي طلقتها بالمدلك. هانتوما قبل ما ندير راه شديت موتزاريلا حكيتها ودرت على الحشوه. صافي كنجمع هاد العجينه هادي، هاد الوجه الثاني كنجمعو هكا بالمدلك، وكنشد الجناب ديال العجينه الاولانيه كندوز عليهم بشويه د الماء مع الجناب، باش فاش كنحط هاد العجينه فوق من هاديك كتسلي بسهوله. ما فاش كطيب ما كتحلش. ديروا غير الماء وتكيو عليها بهاد الطريقه هادي. كتكيو عليها راه كتلصق مزيان بسهوله، يعني ماشي شي حاجه صعيبه. داك شويه د الماء راه كيهذا. صافي كنقاد العجينه ديالي، كنقاد الخبيزه ديالي. راه كنقرصها بحال هكا مع الجناب. اللي بغى بحال هكا بتزيين بهذه الطريقه راه كتجي زوينه. صافي وكنتقب الوجه حتى هو ديال الفطيره. كيكون هاد الوقيته الفران كيسخن مزيان، راه بحال كنطيبوا الخبز. كندهنها بداك البيضه بصفر البيضه اللي بقى، راه كندهن الوجه ديال هاد الفطيره. ما كنزيد عليها حتى اضافه صفر البيضه ايطاليه في الوجه. صافي الفران سخن. كندخل الفطيره ديالي الفران، ولكن خصنا نحضيو معاها. انا كنديرها في الوسط، ما كنديرهاش في لتحت. عندي الفران فاش كيسخن بزاف يقدر كيحرق اي حاجه، يعني خص الواحد يحضي معاها مزيان. صافي كنقص على البوطه كنقابل الفطيره ديالي. او العيالات تبارك الله راه كل وحده كتعرف الفران ديالها. اولا يمكن لكم تصيفطوها كاع الفران ديال الزنقه وكتجي ما ألذ منها ما يكون. هانتوما من بعد ما خرجتها كنزيد عندي الفرماج هنايا موتزاريلا والفرماج احمر خلطتهم بجوج ودرتهم على الوجه ديالي. وزدت واحد الحفينه ديال الزعتر حكيتها بين يدي ودرت على الفطيره. دخلتها غير الفران سخون، دابا داك الفرماج وخرجته، غطيته بواحد اللاطه ودرت عليه منديل باش يرجع عليه ديك السخونيه وسرطه بالفطيره. راه كتجي رائعه وكتجي لذيذه بزاف. عجبات راه ولادي واقفين عليا دابا هاد الوقيته كيقول لك ماما قطعي لنا. قلت لهم بالله صبروا واحد ربع ساعه. شوفوا كي كتجي لذيذه بزاف، محمره من الفوق ومن التحت، كتجي رائعه. هانتوما انا نهز لكم هاد الفطيره، شوفوا من التحت شتيو، ومن الداخل معمره بهذيك الحشوه ديال الخضار. يعني راها اقتصاديه وزوينه رائعه. جربوها اكيد غتعجبكم. ونتمنى منكم اللي وصل معايا حتى لهنا في الفيديو يدير واحد لايك ويبارطاجي الفيديو مع الاهل والاحباب. وهاد الوصفه راها زوينه للعشاء الغداء وجبه الفطور هكا في رمضان، راها كتجي رائعه بالصحه والراحه. والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. ونتمنى من كل حبابي وعائلتي عاونوني وبارطاجيو الفيديو. الله يعطيكم الخير ويعطيكم كل ما تمنوا في خاطركم، والى اللقاء.